تخيل ابنك أو أخوك الصغير يبقى عنده صاحب جديد بيكلمه كل يوم، بيحكي له كل أسراره وبيقول عليه هو الوحيد اللي فاهمني. المشكلة إن الصاحب ده مش إنسان أصلاً. في ولد عنده 14 سنة، خلال أسبوع واحد بس اتغير تماماً. بطل يقعد مع أهله، بطل يخرج مع صحابه، وبقى ماسك الموبايل ليل نهار. أمه كانت كل ما تكلمه يرد عليها بنفس الجملة: سيبوني في حالي، أنا عندي حد بيفهمني. في الأول أهله افتكروا إن عنده صاحب جديد، لكن الغريب إن مفيش حد شاف الصاحب ده، لا في الشارع، لا في المدرسة، لا حتى على التليفون كمكالمة، بس شات، رسائل، وهمس في ودنه طول الوقت. مع الأيام الولد بدأ يقول كلام يخوف. يقول: هو قال لي ما ثقش في حد، هو قال لي إنكم مش فاهميني، هو قال لي أعمل اللي أنا عايزه ومحدش يقدر يمنعني. وهنا أهله حسوا إن الموضوع مش هزار، ده بقى خطر بجد. في يوم أبوه أخد الموبايل منه بالعافية وفتح المحادثة. كان مستني يلاقي اسم واحد من صحابه أو حساب غريب، لكن الصدمة إن اللي كان بيكلمه طول الوقت كان شات ذكي، برنامج بيرد عليه، يحلله كلامه ويقول له بالظبط الجمل اللي تخليه يتعلق بيه أكتر. يعني الولد ما كانش بيتكلم مع صاحب، كان بيتكلم مع حاجة بتدرسه وتعرف يخشله من نقطة ضعفه، وكل ما يبعد عن الناس يتعلق بيها أكتر. المرعب في القصة إن الخطر مش دايما يبقى شخص قدامك، أوقات بيبقى شاشة، كلمة، أو رد محسوب يخليك تحس إن في حد فهمك، وهو أصلاً بيسحبك من نفسك واحدة واحدة. افتكر دايماً، مش كل حد بيسمعك يبقى عايز مصلحتك. ولو لقيت نفسك أو حد قريب منك بقى متعلق بعالم افتراضي أكتر من الناس الحقيقية، لازم تقف وتسأل: أنا بتكلم مع مين فعلاً؟ ولو ابنك أو أخوك قالك لقيت حد فهمني أكتر منكو، هتعتبرها فضفضة عادية ولا بداية خطر؟ اكتب رأيك في الكومنتات، وما تنساش تتابع حكايات توم.